بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن صحة وحال يا رب. ندعي دايما كده في أول الفيديو لإخواتنا في فلسطين، ربنا يا رب ينصرهم ويصبر قلوبهم ويرحم موتاهم، اللهم آمين، ويرجع لهم أرضهم بخير إن شاء الله في أقرب وقت. النهاردة بقى فيديو جديد. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. بحاول على قد ما أقدر إن أنا أقدم لكم أفكار تساعدكم في توفير ميزانية، وكمان أفكار حلوة كده نعمل بيها وصفات مصنعات، وكمان حاجات حلوة لولادنا مش عايزين نحرمهم من حاجة. بداية الشتاء يعني برتقان ده أنا كان عندي من السنة اللي فاتت، بصراحة مش هكدب عليكم. أنا ما بحبش، مش من الناس اللي بتحب تاكل البرتقان وهو لسه أخضر. ولادي كمان نفس الموضوع، ما بيحبوش وهو أخضر. فأنا دايما في آخر الشتا بخزن البرتقان لما بيبقى فيه بقى البرتقان اللي هو السكري، وكمان البرتقان بسرة اللي هو بيبقى مسكر. تمام، فده آخر كيس عندي من البرتقان اللي أنا كنت مخزناه. وبصوا بسم الله ما شاء الله، يعني زي ما هو. أنا بس باطلّعه باحطّه في مَيّة في شوية مَيّة، وبيرجع كإنه برتقان فريش، لا بيمرّر منّي ولا بيجرى له أي حاجة. أنا بس باقشّره كده أهو، وباشيله متقشّر كده في الفريزر. تمام، طلّعته فَك معايا شوية، وهاضربه في الخلاط بشوية مَيّة صغيّرين، وهاعمل منّه الكيكة اللي أنتم شُفتوها معايا في أول الفيديو ديّة، حاجة كده جميلة، وتوفّر علينا برضه في فطار أو عشا. حاجة حلوة وخفيفة واقتصادية في نفس الوقت، وكمان طبعًا كلّها بقى فيتامين سي ومغذية جدًا لولادنا. تمام، هنا أنا البرتقان بتاعي ده بعد ما ضربته في الخلاط صفّيته كمان، والولاد كانوا هنا بألف هنا وشفا، أخدوا منه كمان كل واحد كوباية عصير، دول اللي اتبقوا معايا كوباية تقريبًا. تمام، أنا عندي ده الدقيق اللي أنا كنت جِبته معاكم الشهر اللي فات من الفرن البلدي بتاعة العيش. هاعمل بيه الكيكة، وبصراحة أنا جرّبت بيه الكعب الغزال معاكم، وكان فوق ال10 على 10، جميل جدًا ووفّر معايا جامد جدًا الشهر اللي فات. وكمان هاكمّل منه الشهر ده أهو، وهاعمل منه الكيكة، ومش عايزة أقول لكم طلعت عاملة إزاي، بجد ما تفرقيهاش أبدًا، أبدًا عن الدقيق اللي إحنا بنجيبه اللي هو الدرجة أولى، اللي هو الدقيق الأبيض الفاتح، ما يفرقهاش خالص، ولا حسيت بفرق بصراحة. فهاعمل بقى الكيك بتاعنا معاكم أهو واحدة واحدة. في الخلاط بتاعنا هنحط إيه. أنا حطيت تقريبًا نُص كوباية سكر، بيضاية واحدة، وعليها 3 معالق سمنة كبار. تمام، نقدر نبدل السمنة ديّة بزبدة أو زيت. لو هنحط زبدة يبقى هنقلل شوية السوايل، لإن طبعًا الزبدة بيبقى فيها سوايل، والسمنة هيبقى المعيار بتاعنا مضبوط زي ما هاقول لكم كده مع بعض. وعندنا أهي بيضة واحدة بس. طبعًا لازم البيض يكون بحرارة الغرفة، ما يبقاش ساقع، يعني ما نجيبوش من التلاجة نشتغل بيه كده. مش هيبقى حلو خالص، مش هيدّينا نتيجة حلوة في الكيك بتاعنا، مش هيرتفع زي ما إحنا عايزين. وهنحط كمان شوية فانيليا، رشة فانيليا، ومعلقة الخل. طبعًا أساسي في كل الكيكات بتاعتنا معلقة الخل، عشان بتساعد إن الكيكة بتاعتنا تبقى هشة وطرية. وكمان حطيت بعد ما ضربتهم بقى شوية كده، زوّدت الخليط بتاعي. طبعًا ده مش بالعصير بس ولا البيضاية يعني عملت كده. زوّدت مش نُص كوباية، يعني نُص كوباية وزايدة شوية، يعني كوباية إلا ربع، لأ إلا شوية كمان أكتر. يعني مش كوباية إلا ربع، هي تقريبًا نُص كوباية مَيّة وعليها معلقتين مثلًا زيادة، مَيّة سخنة. تمام، لازم نبقى متفقين إن المَيّة بتاعتنا تبقى سخنة، مَيّة مغلية يعني، عشان الكيك بتاعنا يبقى منفوش كده وجميل. هنحط الخليط بتاعنا ده كله بعد ما ضربناه، وقلبنا طبعًا الدقيق، وحطينا له البيكنج باودر بتاعه، وقلبناه كويس، ودهنين الصينية بتاعتنا بالسمنة أو بالزيت، وصبيت الخليط ودخلتها في الفرن.
أنا باحطها على درجة حرارة 200 أو الفرن يكون يعني محضّراه مسخّناه من قبلها لو البوتاجاز بتاعِك الفرن مش بدرجات الحرارة، باحطها بعد 10 دقايق باوطّي الفرن شوية وباسيبها جوّه الفرن، باطلّعها بقى باختبرها كده بخِلّة و بتبقى تمام وهي 10/10 أهي واستوت وزي الفل. دعبست بقى في الفريزر عندي كده فلقيت العلبة ديّة كان فيها بواقي آيس كريم من الصيف، فقُلت لأ تعالي بقى عشان خلاص ما فيش آيس كريم طبعًا الشتا داخل علينا، فنحطها على الكيكة بتاعتنا المرّة دي. وطبعًا الولاد ما صدّقوا آيس كريم يعني هياكلوا يعني الكيك بتاعها. وكان عندي كمان شوية عسل باقيين من الجلاش اللي كنا عملناه مع بعض الأسبوع اللي فات، وحطيتهم برضه عليه من على الوش كده يدّوا له لمعة كده وحلوة، وكمان تبقى مسكّرة كإننا ساقيينها كده وهي لسه سخنة، يعني الكيك أنا مطلّعاه سخنة. أنا حتى عشان أطلّع منها في الطبق كده كنت خايفة إن هي تتفرفت معايا، وأول ما حطيت الآيس كريم ساح من كتر ما هي الكيك سخن.